فكنا من الثلاثات دخلنا في الاربعه. بص يا جدي، احنا عاوزين الماتش الجاي 5. تمام. فكك بقى من الاربعات، احنا عاوزين يعني فاهم، ما علينا. انا عاوز اقول بس حاجه يا جدعان، بعد نفكنا من البونجا بونجا اللي الاهلي يعملها مع المقاولين، عاوزين نتكلم في حاجه دلوقتي. يعني محدش ملاحظ حاجه في الفرقه عامه. انت عمرك شفت عندنا شريف بيجيب جون بدماغه؟ فكك من جون فاركو اللي فات العبيط. في تغيير في الملعب. واحد زي طاهر النهارده جايب جونين، واحد زي شريف جايب جون بدماغه. انت عمرك اصلا ما شفت الحاجات دي بتحصل. فانت رقم واحد في الغربله اللي حصلت في الفريق والعدلان والدنيا والفوقان ده هو مارسيل كولر. فكك بقى من ده يقول لك هجاص ده بتاع. انت اصلا انا بالنسبه لي ما فيش مقارنه بينه وبين موسيماني. انا بعشق موسيماني اهو جدي طبعا، لكن كولر رقم واحد بالنسبه لي. عزيز الزملكاوي الجميل، انا عذرك والله يعني. انت ليك الجنه يعني. والله يا جدعان يعني ايه. بعيدا عن كل ده، انا صعبان عليا نادي الزمالك. يعني نادي كبير زي ده، يعتبر تاني اكبر نادي في الوطن العربي بعد الاهلي طبعا، بعد الاهلي. يحصل معاه بالشكل الحاجات اللي بتحصل دي. لكن الاول والاخر انا بلوم الجماهير في اي حاجه. انت بتسيب الدنيا كلها، بتسيب الاداره والبوظان واللعيبه اللي بتمشي، وده يجيب ده وده يمشي ده، سايب الهبل ده كله وبتمسك في الاهلي مدلل الكاف وبتاع الكاف. حبيبي انت عقلك فين؟ الاداره بتاعتكم والنادي بتاعكم بيوصل لكم ان الاهلي هو السبب في كل حاجه بتحصل لكم. الاهلي هو اللي مشى امام عاشور. يا عم انا حر، يا عم انا اجيب امام عاشور، انت مالك؟ انا حر، انا نادي يا عم. امام عاشور هيفيدني، انا اجيبه، انا مش جايبه عندم فيه. لكن عاوز اصحصح دماغك ان انت تركز معاهم هم، ركز مع الاداره.